السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ غبنا كتير قوي. غبنا يجي حوالي 12 يوم تقريبا، ولكن ليها اسبابها. يعني انا خلاص بمتحن زيكم، وهخلص يوم 18. هخلص يوم 18/6. انتوا هتطولوا بقى بعد شويه، تقريبا هتبداوا السبت الجاي، مش كده؟ غالبا يعني السبت الجاي، مش متاكد بصراحه. يعني انا في الامتحانات بتاعتي دي والله مش متابع حاجه، ومعايا امتحان بعد بكره برضو، امتحان بايوفيزيكس. ولكن قلت ان انا اطلع اصور لكم فيديو لاني غبت كتير جدا عليكم. وفي الفيديو ده هنتكلم عن المذاكره في ليالي الامتحانات، اللي هي ايه. بس اول حاجه طبعا تروح تعمل المشروب الجميل بتاعك، اللي هو ده ميه، لان الجو حر جدا في هنا، فمستحيل اعمل شاي او اعمل اي حاجه سخنه. فروح جهز المشروب الجميل بتاعك، وتعالى نقعد القعده اللطيفه دي مع بعض، اشرح لك ازاي هتذاكر في ليالي الامتحانات. وبعد كده ارجع انا وانت نذاكر، عشان احنا الاتنين معانا امتحانات. ما تنساش طبعا في البدايه كده تنزل تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تعمل كومنت، اعمل اللي تعمله براحتك. يلا بينا نبدا. في الفيديو ده انا عايز اتكلم معاكم عن المذاكره في ليالي الامتحانات تحديدا، لان الاوقات ما بين كل امتحان وامتحان فيها فتره صغيره، فانت ما بتكونش عارف تعمل ايه. طيب اذاكر ازاي؟ اراجع المنهج من الاول؟ طيب احل شامل تاني؟ طيب اعمل ايه علشان اقدر اكون ملم بكل حاجه واخش الامتحان وانا مرتاح، وانا مذاكر كل حاجه، وانا مخلص كل اللي عليا في الكام يوم الصغيرين اللي قبل كل ماده دول؟ طبعا الحيره بتبقى كبيره في الموضوع ده، فانا هلخص لك الموضوع ببساطه، وازاي تقدر تلم كل حاجه في الكام يوم دول وتخش الامتحان انت جاهز مستعد، مش ناقص غير تحل الامتحان وتكون خلصت الماده الى الابد. انت متخيل بعد ما تحل الامتحان ده تكون يعني العربي، تكون خلصت العربي الى الابد باذن الله، انا ما دخلتش تربيه او الكليات ديت. يعني بص، تعالى نفترض ان مفيش غير 3 ايام او 4 ايام بالكتير قبل الماده ديت، او قبل الامتحان بتاعها. يعني انا عن نفسي ما بقدرش اخش امتحان غير وانا مراجع الماده مذاكره، مش مراجع الماده حل، لا مراجع الماده مذاكره. فمن الحاجات اللي انا ارجح ان انت تعملها بقوه، وهي انك تدي يوم، او تدي حتى تدي يوم، ايوه ما هو بيكون 3 4 ايام بقول لك، فتدي يوم ان انت تمسك المنهج كله وتبدا تقراه بعينك، تذاكر كده مذاكره بعينك، بحيث ان انت تكون قريت كل كلمه مكتوبه في الكتاب. غير طبعا انك بتكون قريت كل كلمه مكتوبه في الكتاب، فوانت بتعدي كده على كل حته بعينك في الكتاب، في حاجات كده بتلاقي نفسك ايه، لا انا مش فاكر الحته دي، انا الحته دي مش فاكرها قوي. انت بتكون فاكر اغلب المنهج يعني المفروض تمام، ولكن في حاجات كده بتكون واقعه منك، او حاجات انت ناسيها، او حاجات انت مش فاكر ان هي موجوده في المنهج اصلا، ولا فاكر ان هي موجوده في الحته دي. فاول ما عينك تيجي عليها، لا الحته دي انا مش فاكرها، فابدا اذاكرها تاني، ابدا احفظها لو ما كنتش فاهمها، ابدا افهمها واعمل كل حاجه. فدي اول حاجه تعملها، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. بقول لك انت هتكون قريت المنهج كله قبل ما تخش الامتحان، فانت فاكر كل كلمه باذن الله موجوده في الكتاب. تاني حاجه بقى، ان انت في الفتره بتاعت المراجعات بتاعت كل ماده، المفروض والطبيعي ان انت بتكون حليت شويه امتحانات شامله، من 5 ل 10 امتحانات شامله. لو حليت اقل مش مشكله، خلاص الوقت عدى. فاحنا دلوقتي عايزين نمسك اللي معانا. وانا على فكره انا عن نفسي ما كنتش في مواد ما كنتش حليت فيها امتحانات شامله كتير، في مواد ما حليتش فيها غير 3 امتحانات شامله اصلا، فعادي يعني، عدي الموضوع. المهم ان انت الامتحانات الشامله اللي انت حليتها في فتره المراجعات ديت، المفروض ان انت بتبدا تمسك بعد طبعا ما تعمل الحاجه الاولانيه اللي قلتها لك، ان انت تراجع المنهج كله بعينك كده، تقراه كله كامل تمام. بتروح بقى على الامتحانات اللي انت حليتها في المراجعه، الامتحانات الشامله ديت، وتبدا تبص على كل امتحان من اوله لاخره، وتشوف الحاجات اللي انت وقعت فيها، او الحاجات اللي انت وقفت معاك شويه، وتبدا تحلها تاني. بتكتب السؤال وتحله تاني، ما تبصش على الاجابه. ولو كنت نسيت ازاي تحله، او ازاي او انت لسه لحد الان ما تعرفش اجابته، دور على اجابته وابدا حله تاني، يمكن تلاقيه في الامتحان. كده لو نفترض ان الحاجتين اللي احنا عملناهم دول كل حاجه خدت يوم مثلا، بس بصراحه مستحيل يعني حوار ان انت تبص بعينك على الامتحانات اللي انت حليتها شامل تاخد يوم كامل، لا يعني كتير قوي بصراحه. ولكن نفترض ان دي حصلت في يوم ودي في يوم، بس هنحط معاها حاجه ثانيه. عايزك في اليوم اللي انت هتبص فيه على الامتحانات الشامله، وتبص على الحاجات اللي وقفت معاك في الامتحانات الشامله اللي انت كنت حليتها قبل كده، ان انت كمان في اليوم ده تحل الامتحانات الشامله بتاعت السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، اللي هي 2022 و2021. امتحان اخر السنه بتاع السنتين دول حله، وشوف هتحله في وقت قد ايه، وشوف هتغلط فيه غلطات قد ايه. يعني افتح التايمر، ابدا الامتحان، اول ما تبدا الامتحان افتح التايمر على طول، وشوف هتحل الامتحان ده تخلصه في وقت قد ايه. ومش اول ما تخلصه تقوم قافل التايمر، لا كمل، ابدا راجع الامتحان كانك قاعد في امتحان بالظبط. شوف هتخلص الامتحان ده امتى بالظبط، اللي هو خلاص انا دلوقتي عايز اسلم، خلصت كل حاجه. شوف هتخلص الامتحان ده قد ايه. وانت بتحل برضو الامتحان ده، خلي معاك الكراسه بتاعت المفاهيم، هي تقريبا نازله PDF موجوده. خلي معاك كراسه المفاهيم ديت، شوف هتقدر تستفيد منها ازاي، هتقدر تستعملها ازاي. اعتبر نفسك في امتحان اخر السنه دلوقتي،
وانت الامتحان اللي قدامك ده هو امتحان فعلا جه في امتحانات اخر السنه قبل كده، فانت هو امتحان اخر السنه، وابدا حله وشوف هتخلصه في قد ايه وهتجيب في كام وكل الكلام ده. كده احنا خدنا يومين من اليومين بتوع المراجعه اللي هم بيبقوا قبل الامتحانات، احنا قلنا هنعتبرهم 3 ل 4 ايام، لا احنا خدنا منهم يومين، فاضل لنا يومين. خامس حاجه بقى انا عايزك بقى تعمل ديت، لان دي حته مهمه خالص. بيبقى في كل منهج عادي، يعني في كل منهج بيكون في حتت كده او في دروس معينه انت مش مظبط نفسك قوي فيها، او الدرس ده مثلا انت من بدايه السنه اصلا من اول ما اتشرح وانت حاسس نفسك لا الدرس ده مش مظبط قوي، واقع فيه شويه كده، حاسس دايما ان في عندي دروب في الحته دي. امسك في يوم من الايام بتوع المراجعه دول، تروح عند الحته اللي انت واقع فيها ديت او الدرس ده وتبدا تذاكره كويس جدا. حتى لو لقيت نفسك مش عارف تراجعه، ابدا شوف له شرح. تمام، انا بقول لك ده اليوم الثالث، ابدا شوف له شرح وذاكره كويس جدا، وحل عليه برضه، حل عليه شويه حلوين لحد ما تكون متمكن منه، او لحد ما تكون حتى لصمه في دماغك تلصيم لو انت مش فاهم لحد بس الامتحان ما يعدي، وباذن الله يعني يروح في داهيه بعد الامتحان ما يخلص. فدي حاجه مهمه جدا، لان في اي ماده لازم بيكون في عند كل واحد كده درس او حته معينه هو حاسس انه مهما ذاكرها كويس فهي ملخبطه معاه شويه. فدي من الحاجات المهمه خالص يعني. بعد كده انا عايزك تركز على ايه؟ في يا جماعه اسئله بتحس ان هي بتيجي في كل سنه كده، اللي هم بيجيبوها على طول مثلا. فانا عايزك تركز على الحاجات دي وتبدا تذاكرها من يوتيوب مثلا، من اي مصدر تاني. تقول لي زي ايه؟ اقول لك زي مثلا ايه؟ زي الامتحان بتاع الانجليزي. الامتحان بتاع الانجليزي في كل سنه لازم يجيب لك منه سؤال من الارتكلز، اللي هم ايه الارتكلز؟ اللي هم وان وذا ونو ارتكل والكلام ده كله. في كل امتحان بيجيبوه، وبيبقى سؤال يعتبر من الاسئله الرخمه، يعني هم بيعتبروا السؤال ده من الاسئله الرخمه اللي بيجيبوها في الامتحان، فاهم؟ غير ان القاعده دي مش مشروحه اصلا في منهج ثالثه ثانوي. دور على يوتيوب على حد يكون شارح القاعده دي وشارحها بشكل كويس، وكتاب المعاصر برضه بينزل شرح القاعده دي في الكتاب بتاع المراجعات بتاعه. وده كان اليوم الرابع اللي احنا نعمل فيه كده. وتخيل بقى اليوم الرابع انت يا دوب هتركز على الحاجات ديت، فهيتبقى معاك وقت كبير جدا. كده احنا خدنا الاربع ايام يعتبر عملنا فيهم كل حاجه، لمينا كل حاجه. كده نقدر نخش الامتحان واحنا مرتاحين، واحنا مظبطين الدنيا، واحنا نايمين بدري. لان انا من الغلطات اللي انا كنت بعملها ان انا كنت بطبق لحد الامتحان، ودي حاجه غلط ما انصحكش بيها خالص. كده انت عملت كل حاجه. وبرضه عايز اقول لك ايه، يعني بلاش تريح، فاهم؟ يعني في ليالي الامتحانات ديت في ناس ايه بتيجي من الامتحان تاخد اليوم ده راحه. انا عن نفسي كنت بعمل كده، اليوم اللي امتحن فيه باخده راحه، فمش مشكله ماشي عدي اليوم ده، اليوم اللي بعده ما تاخدوش راحه. تمام، بطل دلع. اصل بتيجي اليوم اللي بعد تقول هبدا اذاكر وبتاع، تقول يا عم لسه بقى يومين، فتقعد بقى وما تذاكرش. لا ذاكر يا اسطى، ذاكر علشان ما تتزنقش في ليله الامتحان وتفضل صاحي مش عارف تذاكر ايه ولا ايه من كل الحاجات ديت. انا بقول لك ادي 4 ايام هتخلص من كل حاجه، تقدر تزنق حاجتين في يوم وتخلص في 3 ايام، واليوم الرابع ده تشوف بقى تعمل اي حاجه فيه، تذاكر اي حاجه، فاهم؟ يعني 4 ايام كافيين جدا لان انت تعمل كل حاجه باذن الله وتخش الامتحان وانت مرتاح ومظبط امورك كلها. وعايز اقول لك برضو ان خلاص بعد كل ماده عايزك تنبسط كده، ان انت خلاص مثلا بعد ما تعدي العربي خلاص انا خلصت عربي مدى الحياه، خلصت انجليزي مدى الحياه، قواعد طبعا الانجليزي هتحتاجه في حياتك بعدين. فالدراسه بتاعت اعدادي بقى وابتدائي وثانوي والكلام ده انت اخر عهدك بيها هي الامتحانات الجايه، لان انت هتخش الكليه هتكتشف ان المذاكره اتغيرت ب 180 درجه، بنسبه 180 درجه. دي مش نسبه 180 درجه. ولو وصلت لاخر حته في الفيديو ديت طبعا انزل اكتب كومنت ان انت وصلت لحد الحته دي في الفيديو لاخر حته، وانا هعمل لك لاف على الكومنت ده. سلام.